السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقه روعه باش تحافظوا على الرموش ديالكم وفي نفس الوقت تساعدوا ان الرموش ديالكم ما تساقطش وانها تطول مع الوقت، وانكم تستمتعوا بالمسكاره ديالكم بلا ضرر بلا حتى شي حاجه. كما كتعرفوا بان المسكاره ملي كنعملوها حنايا سيدات في الرموش ديالنا كتخلينا الرموش انها تتساقط وانها ما تطولش وانها ما تكبرش ما تخلقش اصلا، وخا نكونوا كنستعملوا علاج اولا كناخذوا فيتامينات اولا كنعملوا وصفات اللي شاركتها سبق لي وشاركتها معكم في القناه، ولكن الماسكارا دائما كتاثرنا على الرموش ديالنا. واليوم غادي نوريكم واحد الطريقه روعه اللي عادي تخليك انك تعمل ماسكارا واخا يومي. هاد الطريقه هادي عادي تخلي الماسكارا ما تاثركمش على الرموش وما تخليهاش انها تتساقط، وفي نفس الوقت عادي تعطيها واحد الفيتامينات مهمه جدا للرموش وعادي تخليها انها تطول. وانتينا كتعمل الماسكارا ديالك وفي نفس الوقت كتعالج الرموش ديالك وكتحافظ عليها. طريقه سهله وبسيطه، ما عليك الا تجيب زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو فيه واحد الفيتامينات اللي كيخلي ان الرموش ديالنا تطول وانها تخلق واخا ما تكونش كاينه الرموش كتنبت سبحان الله. وزيت اللوز الحلو يمنع التساقط الشعر ويمنع تساقط الرموش، وغنوريكم الطريقه كيفاش نستعملوها. حتى الطريقه سهله وبسيطه. عندي يجيبوا الماسكارا ديالنا، وبغيت نقول لكم بان اي يعني ماسكارا كتستعملتينا ماسكارا اللي كانت نشفت وبقى عمره وناشفه، هذه الطريقه هذه كتخلي ايضا اننا نستافدوا من الماسكارا اكثر وتخلي لنا الماسكارا ماشي جامده ملي كنعملوها بحال اللي كيكون كتخلي لنا هنايا داكشي مكركر ديال الماسكارا ولا حبيبات كحلين ولا دي كيبانوا شي الرموش طبيعيين. ولكن ملي كنعملوها الطريقه هذه كتخلي الماسكارا انها تمشي في الرموش وكتبقاش ديك الكويرات ولا ديك الحبات اللي لاصقين هنايا. تكونوا فهمتوني. المهم كنحلوا الماسكارا ديالنا هكذا وكنجيبوا زيت اللوز الحلو وكنصبروا الماسكارا ديالنا بحال هكذا وكنعمل القطرات. المهم نقول لك 3 قطرات، 3 جوج 4، المهم ما كتروشي باش ما ترجعناش ميدمه بزاف وتسيحنا في العينين ديالنا، فهمتوا؟ المهم هنايا انا اصلا جا عندي فيها زيت اللوز الحلو باش فاطمه زادي هزيت العكر. المهم كتعملوا بحال هكذا وكتشدوا مزيان وكتبقاو تحركوا الماسكارا ديالكم بحال هكذا، عاوتاني تقلبوها وتحركوها بحال هكذا. المهم حتى يتخلط الزيت مزيان مع الماسكارا ديالنا، وتعاودوا تحلوها بحال هكذا تتخلطوها مزيان مع بعضياتها باش كنستافدوا من هذاك الزيت وكنستافدوا من الماسكارا في نفس الوقت. وهاد الطريقه هذه ما تبقاش تخليكم انكم ترميو الماسكارا ديالكم هي باقا عمرها حيت نشفت يعني هاد الطريقه عادي تنفعكم بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. المهم اللي باقي ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصل له كل جديد مني ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو واستفاد بطبيعه الحال ما يبخلش عليا باللايك. وما بقى عليا دابا نقول لكم الى اللقاء في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. مع السلامه.